جماعة ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم سوا عن ايه هي اهم الحاجات اللي انا لازم اعملها قبل الدراسة او كمان خلال الدراسة علشان احس ان انا عقلي هادي ومنظم وابدا ان انا ابقى مور برودكتيف في حياتي الدراسية وكمان في حياتي بتاعتي انا بعيدا عن الدراسة. ازاي اعمل بالانس بين الاتنين، ازاي ارتب ده وارتب ده، وده كله هنعرفه اكتر في الفيديو ده، فكيب واتشنج. جماعة ازيكم مرة تانية، انا نورهان محمود. لو ما تعرفنيش فاحنا هنا بنعمل فيديوز عن البرودكتيفيتي، بنعمل فلوجز، بنذاكر سوا وبنشارك اي حاجة تفيد الانسان بشكل عام او اي حاجة انا اتعلمتها. ففي انترستد سبسكرايب ات ولايك شير، ما تنساش كل الحاجات دي. فيلا نبدأ الفيديو. اول حاجة، روق اوضتك. اوضتك دايما 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 كلنا اوضتنا بتبقى زحمه جدا، في حاجات كتيره جدا خصوصا في الاجازه عشان بتبقى قاعد بتمارس هواياتك، قاعد مش بتعمل حاجه والدنيا كلها بتبقى متبهدله. فانت فرصه انك قدامك الدراسه دخلت، لازم تروق اوضتك. مش ترويق اللي هو الترويق العادي اللي احنا بنعمله كل يوم، ولكن لا، اللي هو الترويق او التنظيف العميق زي ما بيقولوا. ابدا افتح الدولاب بتاعك، شوف ايه هو اللبس اللي انت مش محتاجه وطلعه، سواء لله او سواء شوف لو مش نظيف او لو مش هينفع يعني حد يستخدمه تاني فخلاص اتخلص منه. ولكن ما تسيبش دولابك فيه لبس كتير جدا من غير ما تكون بتعمل بيه حاجه. روق كل حاجه فيه، روق مكتبتك، شوف ايه هي الكتب اللي انت خلاص مش محتاجها تاني، شوف ايه هي الحاجات اللي من السنه اللي فاتت او الملازم او حتى الكشاكيل اللي انت بتذاكر فيها. روق تحت السرير لو في حاجه، روق كل حاجه في اوضتك روقها، لان ميسي روم ميسي مايند. الاوضه طالما متكركبه حواليك عقلك مش هيبقى عنده فيجن واضحه عن ايه هي الحاجه اللي اول ما يخشها يعملها. هيبقى بالنسبه لك تخش الاوضه تلاقي حاجه مرميه هنا، تحس ان هي بتقول لك شني، وحاجه محطوطه هنا. لا، تبقى دماغ في صوره كده احطها لكم بتوري لك فعلا قد ايه البني ادم بيبقى مشتت لما يلاقي كل حاجه حواليه متكركبه، بتبقى حاجه وحشه جدا. فاول حاجه لازم تعملها قبل او كمان خلال الدراسه لما تحس انك عايز تبدا من جديد هي انك تمسك اوضتك دي تروقها، تشوف ايه الحاجه اللي انا محتاجها وايه الحاجه اللي انا مش محتاجها. الحاجه اللي انت محتاجها حاول تحطها في مكانها، والحاجه اللي انت مش محتاجها ابدا انك تخلص منها، سواء هتتبرع بيها او هترميها في الزباله، ولكن تخلص منها علشان تحس ان انت في حاجه بقت فري من عليك. تاني حاجه هي انك تروق موبايلك دايما دايما في الاجازه بيبقى عليه حاجات كتيره جدا جدا احنا مش بنستخدمينها. لما عارفين لما النور بيقطع وبنفتح الجاليري نحس ان هو الجاليري ده بتاع مين، انا معرفش ايه ده. بيبقى عليه بلاوي كتيره جدا جدا، كل حاجه بنعملها سكرين شوت على اساس اننا هنرجع لها بعدين، واحنا ولا بنرجع لها بعدين ولا اصلا بنشوف الصوره دي تاني. حتى لما بنشوفها بيبقى دماغنا كانه شايفها اول مره، بنحس اللي هو ايه الحاجه الغريبه دي. فانت اقعد قاعده كده حلوه مع موبايلك، ابدا شوف انا عندي ايه الحاجات المهمه، عندي ايه الحاجات اللي مش مهمه، عندي حاجات مثلا عايزه تتفرغ في ورق، عندي معلومات عايزه اسيرش عنها، مثلا عندي كورسات مثلا انا كنت اعمل لها سكرين شوت ونسيتها فانا عايزه ابدا فيها، عندي حاجات كتيره جدا على الموبايل. الموبايل بيبقى فيه حاجات كتيره جدا واحنا كده كده بنبقى محتاجين المساحه دي في ايام الدراسه، كلنا ما بيبقاش عندنا مساحه، فالمساحه بتاعت الموبايل مهمه جدا جدا. شوف واتساب لو عليه حاجات قديمه، لو عليه ريكوردات قديمه، لو عليه اي حاجه ابدا امسح من الجروبات بتاعه الدراسه الحاجات اللي عليه عشان تحس ان انت بادئ على نضيف كده. ابدا تليفونك ده امسح عليه كل حاجه مش مهمه او حاسس ان هي هتشتتك. لو عندك برامج بتقضي عليها وقت طويل جدا جدا، حاول انك تعمل لها ليميت، او حاول لو تقدر تمسحها على طول فامسحها عشان تحس ان انت برضو بادئ على نضيف. بس كده. تالت حاجه انك تروق نفسك. بص احنا ماسكين كلمه روق، اول حاجه قلنا روق اوضتك، بعد كده روق موبايلك، بعد كده روق نفسك عشان محدش هيروقك. انت خلاص هتخش على الدراسه هتحس ان نفسك بتتنفخ حرفيا. فانت اهم حاجه تعملها انك تروق على نفسك. اخرج خروجه حلوه مع اصحابك قبل الدراسه، اخرج خروجه حلوه مع اهلك قبل الدراسه، اخرج مع نفسك، اخرج. ودي الحاجه الاولى والاخيره. حتى لو مش قادر تخرج اقعد مع نفسك، ولكن الخروج بصراحه ليه متعه تانية، مع اني انا اكتر واحده بحب اقعد في البيت، ولكن الخروج قبل الدراسه بعيدا عن الدراسه حاجه مهمه جدا جدا عشان دماغك تهدى وتفصل عن كل حاجه، خصوصا لو خارج في مكان طبيعي. اخرج اقعد في جنينه، اخرج على البحر، اخرج في اماكن يكون ملامس
فيها الطبيعه قدر الامكان، لان الطبيعه دايما بتهدي البني ادم. اخرج في مكان فاضي، اقعد مع نفسك، حس بصوت الهواء وحس بصوت العصافير، اقعد بص على شجر، كل الحاجات دي بتهدي البني ادم. سبحان الله، فري ثيرابي، حاجه طبيعيه جدا وفي نفس الوقت بتهدي جدا البني. حاجه مهمه جدا انك تبدا تشوف ادواتك وتنظمها. شوف انا عندي شنطه ولا لا، الكوتش بتاعي نظيف ولا لا، لو هروح اشتري حاجه جديده اروح اشتريها علشان ما تزنقش قبل الدراسه بيومين ولا حاجه. اقعد مع نفسك، اغسل شنطتك مهمه جدا وبتبقى صوره عنك. في ناس كتير قوي بتشيل شنطها مش بتكون نظيفه، ولكن بصراحه حاجه مش لطيفه انك تكون حد كبير كده وشايل شنطه مش نظيفه، عيبه في حقك يا اخي. فانت اقعد اغسل شنطتك كويس جدا، اغسل الكوتشي بتاعك، مظهرك على فكره، مع انه حاجه ما بتبانش، بنقول مش بيبان في رجله، ولكن اقرب حاجه المترو. الواحد انا اوقات كتير قوي ببص في الرجول كده بقى، انت لابس ايه وانت لابس ايه وانت لابس ايه. فاهتموا بنظافه الكوتشي بتاعكم، اهتموا بنظافه شنطتكم، وابداوا شوفوا ايه هي الحاجات اللي عندكم هتستخدموها تاني. لبسكم ايه هي الحاجه، زي ما احنا قلنا في الدولاب كده، شوفوا الحاجه اللي انتوا هتستخدموها والحاجه اللي انتوا مش هتستخدموها، ده تبرعوا بيه او ده اغسلوه او نظفوه علشان يبقى على طول صالح للاستخدام اول ما تبداوا انكم عايزين تستخدموه. خامس حاجه انك تعمل لنفسك برودكتيفيتي سيستم. يعني ايه نعمل لنفسنا برودكتيفيتي سيستم؟ يعني نشوف الجدول لو نزل نبدا نمسكه ونشوف ايه هي الحاجات اللي عندي. طيب انا عندي يوم ايه فاضي، خلاص يبقى اليوم ده هيبقى المذاكره، اليوم ده هيبقى كواليتي تايم، هقعد مع اهلي فيه او هخرج مع حد من صحابي، هعمل اي حاجه فيه لنفسي. فانت ابدا قسم لنفسك ايه هي الايام اللي انت هتذاكر فيها، ايه هي الايام اللي انت هتخرج فيها. ما تكونش ماشي بشكل مشتت كده في حياتك الدراسيه، لا لازم يكون عندك سيستم معين انت ماشي عليه. النهارده الحد، خلاص انا النهارده ورايا محاضرات، وبعد المحاضرات انا ورايا المفروض النهارده ساعتين هذاكر اي ماده اي حاجه، ولكن انا ورايا سيشن مذاكره النهارده. بكره الاثنين انا عليا مثلا سكاشن وعليا المفروض النهارده يبقى يوم لنفسي هقعد مع اصحابي فيه عشان هيبقى عليا يوم طويل وكده. ابدا اعمل لنفسك برودكتيفيتي سيستم، ايه هي الحاجه اللي انا هعملها في الوقت ده. شوف كل حاجه والحاجه اللي تناسبها. شوف مثلا اليوم ده لو طويل جدا اعمل حاجه واقعيه. اليوم ده لو طويل قوي هتبقى في الكليه مش هتقدر ترجع تقعد تذاكر وقت طويل جدا، لا حاول توازن، اعمل لنفسك برودكتيفيتي سيستم واقعي ليه علاقه بالواقع، مش حاجه خياليه زي ما كلنا بنعمل. سادس حاجه، هي سادس او خامس مش فاكره، سادس حاجة تقريبا، يعني انك تحط intentions للسنة الجديدة او للدراسة اللي انت بتتعلمها. اقعد مع نفسك وقول هو انا ليه بتعلم، هو انا ليه بروح الجامعة، وانا ليه بروح المدرسة. ابدأ حط لنفسك حاجات انك لما تقع تشوف اني لا في جانب حلو من الحاجه اللي انا بعملها دي. اقعد قول لنفسك انا بتعلم ليه؟ بتعلم علشان الرسول قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى الجنه. انا بتعلم ليه؟ بتعلم علشان لو انا خرجت ومت وانا ماشي ابقى انا كده شهيد، انا رايح اتعلم. بتعلم علشان انا شخص شغوف بالعلم، بحب اتعلم. بتعلم علشان ابقى مش جاهل وابقى دايما مواكب الناس اللي حواليا. اقعد حط لنفسك intentions، نيات، انا بتعلم ليه. اقعد اشكر ربنا ان انا شوف سبحان الله في حاجات كثيره جدا على ناشونال جيوغرافيك وحاجات كده كانوا بيجيبوا الناس وهم رايحين المدرسه ومش عارفين، الناس بتتعذب وهم رايحين المدرسه. فانت المفروض كل يوم تقعد تشكر ربنا انك بتروح جامعه، بتروح مدرسه، بتروح اي مكان تتعلم فيه وانت قادر تروح، والمكان بيبقى قريب منك، في مواصلات على الاقل للمكان. دايما اشكر ربنا انك اتاح لك الفرصه اللي مش متاحه لغيرك، انك تكون بتتعلم وانك يكون في حد بيعلمك وانك تكون دايما في حد لو انت مش عارف حاجه يفهمها لك. فدي كلها حاجات احنا دايما مش بنفكر فيها، بنفكر ان التعليم صعب وان الدكاتره مستقصديننا والحاجات دي، ولكن ما بنفكرش ان بجد الحمد لله ان انا ليا فرصه ان انا اتعلم، اني معايا فلوس ان انا اروح اتعلم بيها، ان انا الحمد لله دماغي كويسه وببدا ان انا افهم وبنجح. اقعد بجد مع نفسك قاعده كده اللي هو انا ليه بتعلم، هو انا ليه هقضي 22 سنه من عمري قاعد بتعلم فيهم وفي الاخر هخرج هعمل ايه؟ دايما بنقول طب احنا هنعمل ايه بال 22 سنه او بالتعليم ده كله؟ ولكن بجد انك لو حطيت نوايا من الاول، لو حطيت intentions لنفسك، انا بتعلم علشان لو رحت قدام ربنا اقول له عن شباب فيما افنانا فنيته يا رب، ان انا بتعلم وان انا دايما كنت مطلع ودايما كنت بشوف ده بيعمل كذا فبعمل وبجرب، ودايما كنت بشوف ده وبعمل وبجرب. فدايما خلي لنفسك نوايا علشان تتعلم دايما دايما دايما. سابع حاجه، ظبط نومك. كلنا نومنا بيكون متدمر في الاجازه، وانا اكتر واحده فيكم وبوجه الكلام ده لنفسي قبل اي حد فيكم.
كلنا نومنا بيبقى متدمر في الاجازه الا من رحم ربي طبعا، ولكن الدراسه بتيجي بتدينا قلم على وشنا وبنصحى المحاضره 8 الصبح، ده ما كانش اصلا بنبقى مطبقين علشان نروح المحاضره، فدايما بنكون مش قاعدين بننام في المحاضره. وده حاول على قدر الامكان انك ما تخلوش السنه دي يحصل، لا حاول تظبط نومك. انا الحمد لله قاعده اهو دلوقتي الساعه 10 وانا بصور وقاعده وفطرت، حاسه ان انا بجد اليوم بيبقى ليه بركه. سبحان الله، الرسول كان بيقول بورك لامتي في بكورها. دايما ما تفكرش نفسك، انا دايما بقول لنفسي لا انا مش بعرف اذاكر الا بالليل وما بعرفش اعمل الا بالليل، ولكن لا لما بقيت بصحى الصبح بقيت بحس بالحياه، بقيت بحس ان انا صاحيه قبل الناس، انا عندي يوم تاني غير اليوم اللي الناس عايشاه. ببقى انا مثلا صاحيه ودلوقتي اخواتي لسه يصحوا الساعه 2 ولا حاجه، فاللي هو انا قاعده وقت مع نفسي بعمل كل حاجه انا عايزاها. غير كده كمان لما نبدا الدراسه هبقى رايحه محاضرات، دايما عايزه ابقى فايقه وانا رايحه، فحاول تظبط نومك. النوم ده اكتر حاجه بتخلي البني ادم مش قادر بجد، فظبط نومك بقدر الامكان. والنصيحه دي مش قلناها مره واحده بس، احنا قلناها مرات كتيره جدا، عشان كل مره بقولها انا بفكركم وبفكر نفسي قبلكم. فظبط نومك، بنبقى مشغولين في حياتنا. رقم 8 بتقول اننا لازم نصل رحمنا. انت لما بتروح تقعد مع عيلتك او تقعد مع قرايبك بتحس ان انت ايه ده، انا عندي ناس اهو في الحياه، ناس عارفه اللي هو ايه ماي باك بان يا جماعه، حاجه ان انت مهما حصل لك انا عارف ان انا في حد ورايا، انا عندي اهل، انا عندي حد اتسند عليه. انا حتى مش عشان كده، حتى صل رحمك عشان الرسول عشان ربنا، صل رحمك. الحاجات دي كلها بتحسس البني ادم اللي هو انا هنا، انا عندي اهلي، انا عندي اهلي ورايا. صله الرحم كمان هتحسسك ان انت مرتاح. والله انا مش عايزه اتكلم كتير، ولكن لما بتقعد قعده حلوه مع اهلك او تقعد قعده حلوه مع اولاد خالتك او مع شباب من سنك من عيلتك، بتحس ان انت ارتحت، او بتحس ان انت اتكلمت في كلام وضحكت وعملت وهزرت وكده. فالقعده دي بتبقى لازم مهمه جدا كل فتره علشان تشحن كده الفيشه، او مش تشحن الفيشه، تشحن نفسك تاني علشان تبدا من جديد. فاقعد مع اهلك، صل رحمك وكل الكلام ده. 8 حط شكل الايديال داي بتاعك. اقعد مع نفسك وقول لو انا هعيش يوم ايديال، يوم مثالي، هعيش اليوم ده ازاي؟ هصحى يا ترى امتى؟ طب هعمل ايه؟ طب هروح الجامعه ولا لا؟ طب هقرا ولا لا؟ طيب هقعد مع مامتي ومع اخواتي وهزر معاهم شويه ولا لا؟ اقعد اعمل مع نفسك شكل الايديال داي، اقعد اكتبها. وانا مثلا لو صحيت اليوم ده وعايز يكون احلى يوم في حياتي هعمل ايه؟ من الساعه 7 ل 8 مثلا هصحى، هعمل لنفسي فطار، ههتم بنفسي، هلعب رياضه شويه علشان احس ان انا عملت حاجه لجسمي، عملت حاجه لنفسي. بعد كده مثلا هقعد مع اخواتي، هقعد اهزر معاهم، هقعد احسسهم ان انا اختهم الكبيره وانا موجوده وانا جنبكم. بعد كده مثلا هقعد اروح الكليه، هحضر لي محاضرتين وهقعد مع اصحابي شويه، هحس ان انا معاهم واحس ان انا عندي صحاب وعندي الحمد لله على نعمه التعليم زي ما قلنا، وان انا بتعلم. اقعد كل واحد الايديال داي بتاعه بيبقى شكله مختلف، فاقعد حط لنفسك ايديال داي في الدراسه، عشان دايما الدراسه بتحسسنا ان كل الايام وحشه، ولكن لا، في ايام بتبقى ايديال داي، بتبقى ايام حلوه جدا قضيتها مع اصحابك، خرجت مع اصحابك، قعدت مع اهلك شويه زياده، عملت حاجات كتيره جدا. فشكل الايديال داي بيختلف من حد لتاني، واعمل لك ايديال داي بليز، عشان دي حاجه بتبقى لطيفه جدا. من كل يوم لو مثلا انت صاحي مش قادر او مكسل تعمل حاجه، فتقول بص انا النهارده ده هيبقى الايديال داي بتاعي، وتقعد تمسك الورقه اللي انت كاتب فيها الايديال داي وتمشي عليها، تحس انك في اخر اليوم يس انا عملت حاجه وانا بقيت مبسوط. وكلها حاجات تكتبها تكون انت مبسوط بيها، بتحسسك من جواك ان انت خلاص بقيت مشبع بالراحه وبالحنان وكل حاجه كده. اخر حاجه يبقى اكيد هي دي الحاجه العاشره، ما عدتش ومش عارفه ايه اللي وقع مني وايه اللي ما وقعش، ولكن دي اخر حاجه، انك تعمل تو دو ليست بكل الحاجات اللي وراك. اقعد مع نفسك اعمل كده برين ستورمنج، ايه هي الحاجات اللي عليا هعملها جوه البيت، وايه هي الحاجات اللي عليا هعملها بره البيت، ايه الحاجه اللي محتاجه خروج ولازم اخرج اعملها او اشتريها او اصلحها او اجيبها وكل الحاجات دي، وايه الحاجات اللي انا لازم اعملها جوه البيت. زي ما قلنا هغسل شنطتي، هغسل الكوتشي بتاعي، هغسل هدومي، هكوي هدومي، هقعد هظبط شنطتي، هجيب ازازه جديده، هعمل كل حاجه. فاعمل تو دو ليست لدماغك عشان تروق كل حاجه في دماغك، تنزل كل حاجه على ورق عشان ما تحسش انك وراك حاجات كتيره جدا. اقعد شوف ايه الحاجات اللي انت هتعملها جوه البيت، وايه هي الحاجات اللي انت هتعملها بره البيت، هشتري ايه وهعمل ايه وكده. وشوف هتساعد مامتك بايه كمان، ده ما تنساش تحطه في الحاجات اللي انت بتعملها جوه البيت. دايما امهاتنا بيجوا قبل الدراسه بيبقوا عايزين يروقوا الشقه ويعملوا ده كجزء بنات شويه، ولكن برضو مش مقتصر على البنات، سواء بنات سواء بنت سواء ولد. فانت محتاج تساعد مامتك في البيت من غير ما هي تقول لك، حسسها انك
معاها وجنبها، انا هنا من غير ما تقولي ها انا الدراسه قربت فانا عايزه اعرف انت وراك ايه يا ماما عشان اساعدك، انا عايزه اعرف ايه اللي ورانا في البيت علشان اعمله. فدايما برضو ساعد اهلك في البيت، ساعد باباك، شوف عايز يعمل حاجه ساعده وقول له احنا هنعمل ايه. فالمساعده دايما 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 بتحسسك ان انت اللي خدت مش انت اللي اديت. كده انتهوا ال10 نصايح اللي احنا قلنا عليهم. اتمنى ان انا اكون قلت 10 عشان انا مش فاكره بصراحه، الترقيم بيبوظ معايا دايما، ولكن باذن الله يكونوا 10 يعني. دايما 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 حاول انك تهدي دماغك، تهدي الدنيا. كل ما تكون مزنوق في اي حاجه او مش قادر تعمل حاجه او كده، امسك ورقه وقلم وابدا شوف انا ورايا ايه مش ورايا ايه، عشان احنا دايما دايما دماغنا بيحسسنا ان الحاجه اكبر من حجمها، مع اني اصلا الحاجه بتبقى مش مستاهله، ولكن احنا بنبقى شايفينها في دماغنا حاجه كبيره جدا 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 عشان مش حاجه ملموسه. ولكن لما تبدا تتحط على ورق بتبقى حاجه ملموسه، وبنبدا اننا نشوف الحاجه بحجمها الطبيعي من غير ما نكبرها ولا نصغرها. ولو وصلت لحد هنا ف thank you for watching. ما تنساش تسبسكرايب لايك شير. يلا بينا باي.